بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة ان شاء الله. اللهم بارك وسلم عليك يا حبيبي يا محمد. صلوا كده على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشني جدا جدا. تسلموا لي يا غاليين. نقول بقى الوصفة، المقادير، ونشوف المقادير بتاعتنا ونقول عليها، وبعد كده اتكلم معاكم هقول لكم عايزين نعمل ايه اليومين الجايين ان شاء الله. ودعواكم كده ان ربنا كده يا رب يفكها كده من عنده، وننزل فيديو على الاقل يوم ويوم زي الاول باذن الله رب العالمين. النهارده يعني كل حبايبي اللي عايزين يعملوا حاجات حلوه، عايزه اعمل صوص سوري يا شيف، وما عنديش بيض كتير، ما عنديش خامات كتير. عايزه اعمل صوص سوري يا شيف، عملته وطلع اتكسر مني او طلع ناعم مني، مش مستحمل اتكسر مني او كل حاجه هقولها لكم، وكل حاجه بتتحل. ما في السويس رول من اسهل الحاجات اللي ما هي صعبه. الناس اللي نفسها تعمله بتقول مش عارفه، لا ما هو الصعب يا جماعه. انا معايا ايه؟ انا معايا بيضتين، معايا 2 بيضه، تمام، بدرجه حراره المطبخ. حلو كده. احط عليهم ربع كوبايه من السكر، ربع كوبايه من السكر، تمام. واخدهم ضربه كده. احط معلقه محسن، معلقه الشاي ممسوح صغيره، مش عارفه تعاير معلقه الشاي ممسوحه يبقى نص معلقه. معايا ربع كوبايه من الميه، معايا كوبايه دقيق عليها معلقه نشا، تمام، كوبايه دقيق مليانه وعليها معلقه نشا. مقادير تاني: بيضتين، ربع كوبايه ميه، نص معلقه محسن صغيره، تمام. معايا كوبايه دقيق مليانه، عليها معلقه من النشا، عليها ربع معلقه، يعني اكتر من ربع كده شويه، من البيكنج باودر، مقلبهم انا في الدقيق. خلاص. بعد ما اضرب البيض ضربه كده بالسكر، نص ربع كوبايه من السكر، بعد ما اضرب البيض البطين وعليهم ربع كوبايه السكر ضربتين كده، اقوم حاطه المحسن وضربه كده كمان شويه، واقوم حاطه ربع كوبايه الميه، واقوم حاطه الدقيق اللي عليه ربع معلقه من البيكنج باودر، وعليه معلقه من النشا وكوبايه من الدقيق. اقوم حاطه كله على بعضه واضرب اضرب اضرب لحد ما القوام معايا يعلى ويبقى فوم زي ما انتم شايفين. خلاص. اضرب بس المكونات الاولانيه ضربه واحده بس كده، اللي هو البيض على السكر على المحسن على ربع كوبايه الميه، ضربه خفيفه كده. وبعد كده بنزل بكوبايه الدقيق اللي عليها معلقه النشا وعليها نص معلقه البيكنج باودر من معلقه الشاي، واقلبهم تقليبه كده في بعض، واقوم حطاهم على الخليط بتاعي، وافضل اضرب 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 لحد ما القوام يتقل معايا، يبقى عامل زي كريم الشانتيه. معايا هنا صاج 25 في 25 او 25 في 30. على فكره ممكن تعملي المقدار ده في القارب الكبير بتاع اللي هو ال3 مقاسات في بعض. خلاص. معايا انا صاج. طب صاج 30 في 40 يا شيف؟ لا، المقدار ده هيبقى قليل في الصاج ال 30 في 40، فانا معايا صاج 25 في 25. خلاص. بنزل كده بالخليط بتاعي في قلب الصاج. دهن الصاج دهنه من الزيت بسيطه، حاطه فيه ورقه من الزبده، وحاطه فيه، واقوم نازله بالخليط بتاعي، واقوم موزعاه في الصينيه. قبل ما انزل بالخليط انا كنت مولعه الفرن على درجه حراره عاليه من تحت، هاديه جدا من فوق، هاديه جدا جدا من فوق، بس عالي من تحت، لان هو هياخد في الفرن معايا حوالي 8 دقايق. خلاص. هياخد معايا في الفرن 8 دقايق. فاتبع، لان السبونش لو غاب معاك في الفرن بينشف، هينشف منك وهيبوظ، تمام. فبياخد معايا من 8 دقايق ل 10 دقايق. ده اخد 8 دقايق. 10 دقايق او 12 دقيقه اما بتكون الكميه كبيره تبقى في الصاج، بس الكميه بتبقى كبيره، بنعمل جاتوه مثلا وعايزين السبونش بتاعنا بيبقى عالي والكميه كبيره، بياخد معانا 10 دقايق، نكون نخش في ال 12 دقيقه، بس يعني ما بيخشش كمان في ال 12. خلاص. انا هنا اخد معايا 12 دقيقه، اسفه، خد معايا 8 دقايق. ببدا بقى احطه كده في الصاج وبوزعه كده حلو كده في الصاج اهوت. شوفوا بفرد كده فرده حلوه حلوه جدا جدا اهو، شايفين؟ واقوم بقى موزعاه اهو. انا بشكر حبيبتي مدام. طب بصوا هنخلص بس الوصفه وبعد كده اتشكر لحبايبي اللي انا عايزه اقول اساميهم. شوفوا بقى هنا التليفون وقع طبعا، انا يعني ما عزفتهاش ولا حاجه، هو وقع مني برضو نفس النظام، مساحه التصوير ضيقه فالتليفون بيقع مني كتير. طبعا انا سبتها عادي، يعني مفيش مشكله، لو اي حاجه يعني بانت ولا حاجه مطبخ بتاع عادي، يعني مفيش اي مشكله. فوقع مني في قلب الحوض، وقع مني في قلب الحوض، وكان في ميه كمان والله. برضو دي عشرات المرات يعني بتحصل. ايدي وانا بشتغل بالذات في الحلويات
بتخبط الستاند فبيروح واقع التليفون في الارض في الحوض كده يعني. بصوا بقى هنا انا فردته فرده حلوه، هو بياخد بس وقت شويه في الفرد تمام عشان ما يبقاش حته عاليه وحته واطيه. بعد ما بفرده يا جماعه اهم حاجه لازم اخبط الساق في قلب الرخام، لازم اخبط الساق في قلب الرخامه، دي حاجه مهمه جدا، خطوه مهمه جدا. خلاص بعد ما خرج من الفرن اهوت، انا طبعا ما عنديش بقى ورق زبده، ما عنديش ورق فويل. من هنا برضو الفيديو هدفه ان انت لو ما عندكش حاجه تقدري تتصرفي. اذا كانت حته ورقه الزبده الصغيره حطيتها في ارضيه الصينيه خلاص. هنا بقى حطيت، او ممكن لو ورقه كراسه رسم تكون طريه كده مش ناشفه تنفع في ارضيه الصينيه برضو. حطيت هنا ورقتين من الكراسه وهقلب الاسبونج بتاعي علشان ايه نشوفه مع بعض. بصوا هنا قلبت اهوت، الوش بقى اللي هو بيبقى طالع معانا عايز نقشره، هو هيلزق في ورق الكراسه من تحت وهيطلع خلاص. بشيلها بقى اهو. بصوا بقى السويس رول ما بلفوش كده ولا حاجه اول ما اخرج من الفرن، لا بسيبه عادي، بسيبه على بال ما اعمل الكريمه بتاعتي بيكون هو برد عن زي برد خالص يعني، ما بلفوش عشان يحط الكريمه، لا بيكون هو برد اهو. طب لو انا هبيت السويس رول لتاني يوم الصبح يبقى لفه، انا هبات السويس رول لتاني يوم الصبح يبقى لفه. لكن اني هشتغل فيه على طول خلاص مش لازم الفه، بصبه بقى يبرد براحته على بال ما اعمل الكريمه واجهز الحاجه بيكون برد اشتغل فيه على طول. هنا بقى يا جماعه وانا بجيب اللهم صل على النبي، وانا بجيب المضرب، انا فوق كده على طول المطبخ يعني، انا فوق كده على طول المطبخ الالمونتان، وانا بجيب ايدين المضرب وقعت مني على يعني انا فوق على طول المطبخ، بفتح الدرفه وبجيب ايدين المطبخ راحت واقعه على الكيكه، راحت طبعا الكيك مش سبونش رقيق مش مستحمل طبعا، وقعهم راحوا كسرينهولي خلاص. فانا بوريك ان هو لو اتكسر برده مفيش اي مشكله، حتى لو وقع مني، حتى هو لو اتكسر مني احتمال يعني اتكسر مني غصب عني، حتى لو الكيكه طلعت مني المحسن، خلي بالكم المحسن لما بيبقى كتير زياده عن اللزوم بيخلي الكيكه دايبه، حتى لو المحسن طلع مني كتير وخلى الكيكه طالعه مني دايبه ولا اي مشكله خلاص. لو الكيكه دي مكسوره منك 5 6 حتت ولا اي مشكله، المهم ان تكوني مظبطه الحتت في مكانها، يعني معشقه الحتت في المكان بتاعها، مش حته مش في مكانها، لا كله في مكان واحد في المكان بتاعه. طيب لما باجي اعمل بقى الكريمه للسويس رول المكسور بخلي الكريمه تقيله، ما بخليش الكريمه خفيفه. ليه؟ لان الكريمه تقيله بتمسك السويس رول في بعضه بالظبط زي انك بترممي، بالظبط زي ما اكون عندي حته كده مكسوره او مفلوقه وبرممها باسمنت كده تقيل برممها، فانت كده الكريمه معاكي تبقى تقيله عشان لما تحطيها على السبونش بتاعك تبقى تقيله وماسكه ببعضها، تلفيه تترمم معاكي. شو بقى يا حبيبي، بحط بقى الكريمه كده معايا تقيله وبحطها بقى كده ايه، بتمسك بقى الحتت المكسره، الكريمه تقيله بتمسكها، الكريمه تقيله بتمسكها ولا بيبقى فيها اي حاجه، وبلفها بتبقى مكسره، وبعد كده انت بتجلسها من بره وبتقطعي السويس رول بتاعك نجح وكل حاجه مفيش فيها اي مشكله. هعمل معاكم ان شاء الله باذن الله، عايزه اعمل لكم جاتوه الشوكولاته، ما عملتلكوش انا جاتوه شوكولاته من زمان ولا سويس رول شوكولاته، باذن الله انا هعمل لكم ان شاء الله خلاص. هنا بقى بحط الكريمه دي بتاعتك انت، تقليها تخففيها دي بتاعتك انت خلاص. هبدا بقى الف. طيب لما يكون السويس رول مكسور يا جماعه، ما يكون مكسور متكسر مني، الحل بتاعي ايه؟ الحل بتاعي ان انا احط ورقه فويل الحراري على بورده، على نتيجه كده زماني بعمل على اي حاجه، واقلب كده السويس رول ينزل على الورقه الحراري واشتغل على الورقه الحراري، بلاش زبده، بلاش كيس كده زماني شغاله، كيس فريزر زماني شغاله، انا شغاله كده لان انا ما عنديش لا حراري ولا عندي ورق زبده، فشغاله كده تمام. وبعد كده هلفه في اللي هو الاسترتش عشان يمسك نفسه معايا، شو متكسر معايا ازاي ولا اي مشكله. بس الصح والادق عشان ينجح معاكي، انا بعرف اتصرف، تلف على ورق حراري. ليه؟ لما الورق الحراري لما هنلف ونقوم قافلين الورقه وبرمونها كده زي البونبونيه، هتمسك معايا بقى السويس رول هتعشق السويس رول في بعضه، يتدخل في بعضه ويتمسك في بعضه. فالسويس رول مكسور معاكي لف في ورق فويل، حتى لو مش مكسور ورق الفويل في لف السويس رول حلو جدا يا جماعه، حتى لو السويس طالع معاكي سليم ما اتكسرش منك ولا في اي كسر، وتلف في الورق الفويل، هو بامانه بيبقى احلى من الزبده، بيلف السويس رول لفه حلوه وبيخليه متماسك وحلو. هنا بقى انا معايا استرتش ورقه، قطعه من الاسترتش اهيت، شايفين؟ لانني طبعا كيس الفريزر مش نافع، انا عايزه الفه، عايزه ابرمها الفها،
شوفوا هنا برضو ايدي خبطت الكاميرا ازاي. عايزه الفه بقى حلو هنا بقى في ورقه الاسترتش اهو شوفوا بقى اني لفتني. بصوا اهو بقوم بقى برماه كده زي البونبونيه كده، لفته عشان هو خد مني وقت في اللف، لان طبعا الاسترتش رخم وتيجي تفرديه يتلم معاكي ويعمل ما انتوا عارفين طبعا وفاهمين رخم جدا. لكن لو فويل كنت انا لفته على طول. بصوا لفتها زي البونبونيه. انت بقى لو تحط ورقه الفويل وهتلفي من غير كيس فريزر ومن غير استرتش ومن غير اي حاجه، هتتلف معاكي زي البونبون وهتبقى في منتهى الجمال. شو لفتها وعملتها بالاسترتش قوي قوي قوي، برمتها قوي قوي، ده دخلت في بعضها واتظبطت تمام كده. انا بقى هاخدها احطها في الفريزر معايا. طبعا انا هحطها كده لمده ساعتين بس كافي عشان الحق انزل الفيديو. اما انت تسيبها معاكي تتماسك وتبقى حلوه عشان تقدري تتحكمي فيه. وهنشوفه بعد ما يخرج من الفريزر، هنشوف الشكل بتاعه معانا هيبقى ايه. شوفوا انا بلفها لكم زي البونبونيه ازاي، شايفين اهو. انا بقى يا جماعه خدته ودخلته الفريزر. بعد ما خرجته في الفريزر بصوا قطعت بقى انا الاسترتش الاول بالمقص، ما رضيتش انا اجيبها لكم بقى عشان ما يبقاش الفيديو طويل. قطعته الاول بالمقص لانه ماسك بالراحه كده، وشيلته. وبعد كده الكيس بتاع الفريزر اللي انا كنت شايلها لفه فيه في الاول تمام كده، احطه بقى هو تبدا اجلسه. بشيل بس الكولمن بتاع الميه نزله بس عشان اظبط الدنيا لنفسي واعرف انني اجلسها وكده. شايفين انا كده هبدا بقى احط الكريمه بتاعتي اهوت. جلسي بقى على الاقل من ميلك خالص، على الاقل من ميلك خالص بتجلسي، بتحطي الكريمه وبتشتغلي. بصوا اهي، بصوا بقى على ما اجلس كده الكريمه على الاقل ما تجلسي بقى ولا اي حاجه هتبان، وكل الدنيا هتبقى مظبطه ومفيش اي مشكله. وبالراحه كده بتجلسها اهوت، وبتحطي الكريمه بتاعتك. كريمتك بس تبقى تقيله شويه ما تبقاش خفيفه. طبعا انا بحب اتشكر مدام اسماء، ما تحرمش منك يا مدام اسماء، متابعانا على طول وبتخش على كل الفيديوهات. متشكره يا مدام اسماء، متشكره لام محمد. الف 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 شكر لكم والله. ام اسلام حبيبتي من المنيا، ما تحرمش منك يا مدام يا ام حاج ام اسلام، ما تحرمش منك ابدا. ام اسلام من المنيا احسن ناس حبايبي، ربنا يخليكم. مدام ناديه ما تحرمش منك يا مدام ناديه. ام حماده، ام ندى، ام ايمن، مدام ليلى من الاسكندريه، متشكره يا مدام ليلى. مدام هدى عبد الحكيم ما تحرمش منك يا مدام هدى، ربنا يبارك فيكي. ام مصطفى نواره حبيبتي، نوره دي متابعاني برضو على طول، ما تحرمش منك يا نوره. ونوره حبيبتي يا نوره، انا قلت اسمك يا نوره. ام محمود، ام عزمي، ام مازن، ايمان، ام مريم، ماجي حبيبتي تسلمي لي يا ماجي. مدام عزه، ام احمد، الحاجه سماح. الحاجه سماح من زمان ما تابعتنيش، يا رب تكوني بخير يا حاجه سماح، انت فينك ما سمعتش الصوت من زمان. الحاجه ساميه، تيتا سناء، ام رؤى حبيبتي يا ام رؤى تسلمي لي برضو، انت فين يا ام رؤى من زمان. ام روان، مدام ناديه، مامة محمود وعبد الله. مدام ناديه ومامة محمود وعبد الله، تسلمي لي يا مدام ناديه، ربنا يخليهم لك يا رب ويبارك لك فيهم، ما تتحرميش منهم ابدا. يا ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا ابدا، ويجازوكم خير يا رب عليكم، يعني على السؤال اللي بتسالوه لي وعلى الدعوات الحلوه اللي انا باخدها منكم. ربنا يخليكم يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. معلش يا حبايبي بس كنت فصلت تمام. في دبانه قاعده تعاكسني تمام، وانا طبعا بقى الصبح ببقى افتح كده البلكونه عشان الشقه تهوى كده، فدبانه دخلت بقى. طبعا ما فيهاش دخول الا في المطبخ، فقاعده طبعا تعاكسني، قاعده كل شويه افصل الفيديو وافتح الشباك بتاع المطبخ عشان اهشها تخرج. هي مش عايزه تخرج، هي عاجبها المطبخ والزروه عاجبها السوسرول، قاعده تتفرج عليه. فأنا والله زهقت. أنا بيني وبينكم أنا ما بحبش يعني، دائي بكره جدا ان يبقى في دبانه في الشقه. هو وارد عادي ان الدبان يخش من كون بتهوي الشقه من بلكونه تفتحي شباك، بس انا بصراحه بتضايق منه بامانه والله، بتضايق منه لان بقى إيه ممكن تقف على اي حاجه، فدي بتضايقني طبعا. عشان بقى تخرج مش هتخرج الا الصبح، لان احنا دلوقتي بالليل قاعده هش فيها انها تخرج، ما بتخرجش، مش تخرج طبعا الا الصبح. فمعكساني بصراحه يعني مضايقاني. المهم يا حبايبي، بتشكر لكم. انا هنا معايا الاسكفر ده المشرشر، تعملي بقى اي شكل عليه كده. انا طبعا ما فيش عندي طبعا بقى كرز احمر، ما عنديش حاجه بقى للتزيين. انت بقى ابدعي. انا اهم حاجه عملت لك الكيكه هشه جميله جدا جدا بمقادير بسيطه تعمليها، والسوسور ناجح وابيض وفي منتهى الجمال وطعمه تحفه. لو اتكسر منك هتعالجيه ازاي.
عشان بس ما نتوهش من بعض. بالنسبه لحبايبي اللي انا ذكرت اسمهم، ربنا يبارك فيكم، ما تحرمش منكم ابدا على الدعوات والكلام الحلو. ربنا يجازيكم دعواتكم ليا كده بالصحه والعافيه، وان ربنا يفك كده ضيقتي ويحوش الكرب عني، ان انا اقدر اخش المطبخ تاني وارجع اصور من اول وجديد. ما اقعدش انا زعلانه ان انا بقعد بالاسبوع ما انزلش فيديوهات، دي اصلا مش كويس على القناه. بس والله العظيم غصب عني، والله 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 العظيم غصب عني، حاسه ان انا مربوطه رابطه. والله كل يوم بستغفر، لو اقول لكم طول اليوم بستغفر عشان اخش المطبخ وارجع اصور من تاني. الله اكبر الله اكبر. مش عارفه ايه اللي حصل، والله ما عارفه. على قد ما نشاطي وحبي وقوتي اللي كنت بدخل بها للمطبخ واصور واشتغل، لو اقول لكم انا ببقى عايزه اقوم حتى اطبخ، مش الفيديو بس، عايزه اقوم اطبخ او اعمل حاجه ربطاني، مش قادره اقوم. فربنا كبير وقادر على كل شيء، ومش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. انا هنا بقى بصوا حطيت المنشار او السكينه، مش شرط منشار، في ميه سخنه، وبقطع بسويته بقى كده وبعلم، وبعد كده بقطع. طيب بقول لكم ايه يا جماعه، ايه رايكم بقى ان احنا ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، داخل علينا العيد بسرعه بس كده قبل الفيديو ما يخلص. داخل علينا العيد، ايه رايكم كده نعمل حاجات بسيطه كده، احنا بنبقى قاعدين. هو على فكرة احنا عدنا في ايام صعبة، الفرحة فيها صعبة واللمة فيها صعبة بس احنا بنحاول والله نفرح نفسنا، وبنحاول نتجمع، وبنحاول نقول يا رب حش يعني فك الكرب عنا وعن الناس كلها اجمعين، وفرح قلبنا وولادنا واللمة. بنحاول نرجع كل حاجة تاني على قد ما نقدر. ايه رايكم بقى؟ انا هنا بقى بقطع اهوت، شايفين؟ هتشوفوا الجمال بقى الوقت. طبعا مفيش بقى عندك رز احمر، مفيش عندي، انت بقى ابدعي براحتك بقى، بس كفايه الطعم وكفايه ان هو حاجه موفره معايا، وكفايه لو اني حصل معايا اي مواقف اقدر اتصرف في ازاي. وقلت لكم على كل حاجه تقدري تلفي الصوص المكسور في ورق الفويل. بسرعه الفيديو هيخلص يا جماعه. نعمل كده نص كيلو كحك، نص كيلو بودفور، نص كيلو سابليه، تمام، قرصتين كده بالعجوه، يعني حاجات كده قليله، حاجات صغنونه صغنونه كده. الفاكهه غاليه جدا، الفاكهه غاليه جدا. يعني كنا الاول بنجيب الفاكهه دي تفضل لحد ما تبوظ وبتترمي. يوم ما هنجيب فاكهه مش هنجيب فاكهه زي ما كنا بنجيب فاكهه غاليه، هنجيب فاكهه طبعا قليله. نعمل حبه عصاير في البيت، عصاير طبيعيه وحلوه، بلاش الحاجات الساقعه. حبه عصاير في البيت حلوين نعملهم مع بعض، وهقول لكم نعمل ايه، حاجات جميله جدا اعملها لكم، بس قولوا لي ولا لا. نعمل نواعم كده من كل حاجه، حاجه بسيطه. قرصتين كده بالعجوه ميني، او قرص مدوره بالعجوه كده، نص كيلو، ونص كيلو كحك. ممكن ربع بدفور، ربع بسابليه، يعني حاجات صغننه. هنعمل حاجات كتير يعني من كل حاجه كده صغيره. ايه رايكم نشوف التكلفه ايه، ونشوف المقادير بتاعتنا ايه، ونشوف احنا هنجيب حاجات بقد ايه. يعني ممكن مثلا لو 200 جنيه نقدر نعمل بها شويه حاجات. ممكن يا شيف نقدر نعمل بها شويه حاجات كده، يبقوا موجودين للفطار، لبالليل واحنا قاعدين، او احنا خارجين رايحين نقعد في نادي او في مكان عام، في جنينه بره، عادي في اي مكان. كل اماكن ربنا حلوه، مش لازم نادي هاي ولا الكلام ده، لا، اي مكان خارجين نقعد فيه نعمل ترمس شاي وناخد شويه حاجات معانا، ممكن ناخد شويه حاجه ساقعه احنا عاملينها. ايه رايكم؟ قولوا لي، ولو كان كده ابدا اعمل معاكم اليومين دول، على بالي دوبك ما نعمل ربنا كده يفكها كده، واقدر اعمل معاكم لان طبعا عشان نعمل الحاجات دي اقل حاجه يوم ويومين. بس يا رب يا رب ما يجيب حاجه وحشه واقدر اخش واعمل. فقولوا لي ايه رايكم. شوفوا بقى السويسرول، يا رب تشوفوه اللايك والمشاهدات يا جماعه. فايه رايكم كده لو اظبط لكم الميزانيه واقول لكم، ونعمل كده شويه حاجات كده سابليه، ونعمل شويه بودفور كده من غير البيض تحفه. انا بعتمد بودفور من غير بيض جميل، واللي عايز من غير بيض هقول له على المقادير. ونعمل كده نص كيلو كحك، بس نص كفايه قوي قوي. خلاص، نظبط كده الميزانيه كده بتاعتنا 200 250. نشوف، يلا الفيديو هيخلص مش هلحق اكمل، بس قولوا لي ايه رايكم هنعمل ايه. مع السلامه.